مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذا المساء، أبدأها لكم بأبرز عناوينها. تواصل فعاليات منتدى شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة 14. مكتب المراجع العام ينظم دورة تأهيلية لأعضائه. سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار في جنوب لبنان. مقتل شخصين وفقدان آخرين في حريق سفينة بإندونيسيا. وانطلاق صاروخ فالكون حاملا 10 أقمار صناعية. كانت تلك عناوين النشرة، إلى حضراتكم الأنباء بتفصيل. تتواصل فعاليات المنتدى 14 لشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة فرع أوروبا التي افتتحت في 14 تحت شعار دورنا في صندوق الموارد المهنية والاقتصادية للبلاد، بعقد سيمينارات وتقديم أوراق عمل وتبادل التجارب فيما بينهم. وعقد مسؤول الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا سيد صالح أحمد دين في 31 من مارس المنصرم سيمينارا للمشاركين أوضح فيه بأن تعزيز مساهمة الشباب المقيمين في المهجر في كافة المجالات التنموية الوطنية بتقوية تأطيرهم الواعي مسألة تتطلبها المرحلة الآنية. وذكر بأن تأطير الشباب كان أحد العناصر القوية التي لعبت دورا كبيرا في بداية النضال التحرري وليست ظاهرة جديدة، موضحا أهمية تطوير مساهمة شباب الجبهة النشط في برامج الخدمات الوطنية وتعزيز المساهمة المهنية ومحاربة الأفكار السلبية والهجرة وتقوية الاقتصاد الوطني. وألقى منسق البعثات الإريترية في أوروبا السيد فسحت إن بطرس حول تقييم أعمال اللجان الوطنية كلمة ناشد فيها اللجان للعمل الجاد حول ضمان المشاركة والمساهمة الفعالة والواعية في كافة المجالات التنموية، وخاصة في رعاية أسر الشهداء وتنشئة شاب كفؤ. وأعرب المشاركون بأن الأوراق والمطبوعات البحثية التي قدمت بواسطة مختلف المثقفين حول برامج تبادل التجارب والخبرات لعبت دورا كبيرا في مضاعفة وعيهم. وشارك في هذا المنتدى 14 الذي يختتم فعالياته في 2 من أبريل الجاري حوالي 700 من الشباب قدموا من مختلف الدول. نظم مكتب المراجع العام ل 32 من أعضائه أشرف عليها الخبراء القادمين من المؤسسة العليا بالمنظمة الإقليمية الأفريقية للدول الناطقة باللغة الإنجليزية أفروساي حول المعلومات التكنولوجية. وأوضح منسق الدورة التأهيلية السيد أماني إسحاق بأن الهدف من الدورة التي قدمت في الفترة من 26 وحتى 30 من مارس المنصرم في العاصمة أسمرة هو تعزيز قدرات الأعضاء في المراجع المالية، بالإضافة إلى تحويل الأعمال المالية التي كانت تتم باليد إلى نظام مستند بالمعلومات التكنولوجية. وألقى المراجع العام السيد جبرس جابيهير جبرمدهن كلمة أوضح فيها أن الدورة هي مواصلة للدورات المنتظمة عبر مراحل لتعزيز قدرات الأعضاء، مناشدا الدارسين لترجمة المعلومات المكتسبة في مكان عملهم وتعزيز دورهم في تطوير عملهم. نظم مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر دورة تأهيلية في الإدارة لمدراء المدارس الابتدائية والثانوية العاملين في مديريات جندع وفورو وقلعلو وشعب ومصوع ودهلك بالتعاون مع قسم البحوث وتنمية القدرات البشرية في وزارة التعليم. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ رشيد محمد عثمان أن العمل جار باهتمام كبير لتقوية إدارة المدارس لدورها في الارتقاء بالنتائج التعليمية. من جانبه دعا السيد إدريس نور صالح من قسم البحوث وتنمية القدرات البشرية في الوزارة المعلمين لتطوير التأهيل المكتسب بالعمل التطبيقي. وناشد المشاركون في الدورة التأهيلية لتوسيع التأهيل وأن يشمل مواضيع إضافية لأهميته في مساعدتهم في عملهم. وعلم بأن الدورة التأهيلية ستنظم في المديريات الأخرى بالإقليم. صرح مسؤول وحدة التنمية في فرع وزارة الثروة البحرية السيد محمد إياح بأن ثقافة حفظ الثروة الغابية وخاصة أشجار الشورى التي تنمو في الشواطئ البحرية والجزر بإقليم جنوب البحر الأحمر ظلت تحقق نتائج مرضية. وأشار السيد محمد إلى تنظيم حملات التوعية والسمينارات للمواطنين حول حفظ وتنمية أشجار الشورى
لما له من فوائد كثيرة، موضحا بأن الأشجار الكثيفة المنتشرة في مختلف المناطق هي نتاج تلك الجهود المبذولة. وتسهم أشجار الشورى في إيواء وإنتاج الأسماك ومكافحة التصحر وتنمية الزهور البحرية واستقرار البيئة، وهو أيضا أحد مصادر العلف للحيوان. وأوضح السيد محمد إياح بعضا من البرامج الموضوعة فيما يتعلق بأشجار الشورى، من بينها غرس مساحة 20 هكتارا من أشجار الشورى وإقامة محمية لتلك الأشجار في جزيرتين ذات كثافة، بالإضافة إلى توسعة غرس أشجار الشورى المجرب في تربية النحل التي حققت نتائج ملموسة في الماضي. وقال السكان إن منع قطع أشجار الشورى ثقافيا ساعد في حفظه وحمايته. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرنا بتقديم دورات تدريبية مختلفة ل 310 مواطن في كل من مديريتي مندفرة وعصب. ووفق تلك المعلومات قدمت الدورات التدريبية المهنية نظريا وتطبيقيا ل 263 طالبا في مديرية مندفرة، فيما قدمت ل 47 شابا في مديرية عصب. وقد تضمنت الدورات على أعمال الجرافيك والمنتجة وتصفيف الشعر وغيرها من المهن. وقال مسؤول الشباب في الإقليم الجنوبي الشاب جرماي قبرو في مراسم التخريج التي جرت في مدينة مندفرة أن الدورة التدريبية المهنية جزء من البرامج المنتظمة الهادفة لبناء قدرات الشباب وتعزيز وعيهم. وأوصى مدير مديرية مندفرة السيد هسكياس وهبت الدارسين إلى الاستفادة الجيدة من المعلومات التي اكتسبوها وتطويرها على الأرض الواقع أثناء العمل لتحسين حياتهم المعيشية. وفي مراسم التخريج المماثلة التي جرت في مدينة عصب، ذكر مسؤول الشباب في إقليم جنوب البحر الأحمر الشاب عثمان عبد القادر بأن الاتحاد يعمل لتعزيز قدرات الشباب بالمعرفة المهنية والعلمية ويمنحها اهتماما أكبر، موضحا تقديم دورات مماثلة مستقبلا لعدد من الشباب. وقدمت في المناسبة قروض مالية وعينية تساعد الشباب للنشاط بالمهن التي تلقوها. عقد في يومي 21 و29 من مارس المنصرم ندوة لطلاب كلية العلوم وتكنولوجيا البحار وكذلك لعمال الميناء بمدينة مصوع، تركزت حول أسس القانون. وفي الندوة التي ألقاها كل من قائد شرطة إقليم شمال البحر الأحمر ومسؤول مكافحة الجريمة بشرطة الإقليم، أوضح بأن اتباع السلوك المثالي والنظرة الإيجابية وعدم حيازة ممتلكات الغير إضافة إلى غيرها من القيم العليا لمجتمعنا هي عوامل أساسية لمكافحة الجريمة، داعين إلى إقامة الندوات والحملات التوعوية بين الحين والآخر من أجل ترسيخ هذه القيم وتوريثها للأجيال المستقبلية. وفي التوضيح الذي قدمه كلا المسؤولين بخصوص الجرائم وحوادث المرور المسجلة ونتائجهما خلال ال3 أشهر الماضية على مستوى الإقليم، أكد على أهمية لعب دور المجتمع بأكمله بشكل عام والأسرة بشكل خاص من أجل الجهود الجارية لدرء مثل هذه المخالفات. وفي الرسالة التي وجهها قائد شرطة إقليم شمال البحر الأحمر المقدم جمع محمد سعيد، ناشد فيها على أن تعزيز العلاقة بين الشعب والشرطة في مكافحة المخالفات والجرائم يعتبر إسهاما كبيرا، ولذا يتطلب كل مواطن تعزيز التعاون مع الشرطة من أجل استمرار ضمان أمن منطقته. من جهة أخرى، قدم المشاركون في الندوة آراء ومقترحات بشأن نشر وتوزيع القوانين واللوائح الجديدة للمواطنين عقب صدورها بواسطة وسائل الإعلام بصورة فورية، والقيام بتجديد إشارات المرور القديمة ورسم وتلوين العلامات المرورية على طول طريق أسمر مصوع، إضافة إلى تشديد الإجراءات العقابية على سائق السيارات المتعاطين للكحول أثناء قيادتهم لسياراتهم. استشهد المناضل الرائد هايلا حاغوس في 31 من مارس المنصرم عن عمر ناهز 64 عاما إثر مرض ألم به. والتحق المناضل الرائد هايلا إلى صفوف قوات التحرير الشعبية الإريترية في العام 1975 وعمل في إبان الكفاح المسلح في مختلف هيئات الجيش كمقاتل في الجبهات الأمامية للحرب. كما عمل بعد الاستقلال مع الشرطة الإريترية وهيئة إدارة وزارة الدفاع متدرجا في مختلف سلم المسؤولية. والشهيد المناضل هايلي هو رب أسرة وأب ل4 أبناء. وقد وري جثمانه الثرى اليوم الأحد 1 من إبريل عند 4 عصرا في مقبرة الشهداء بأسمرة. وأعربت الشرطة الإريترية عن بالغ حزنها بوفاة المناضل الرائد هايلي، وقدمت تعزيها لأسرته ورفاقه المناضلين.
أعزائنا المشاهدين، كانت تلك الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية. كونوا معنا. أهلا بكم مجددا. حيث قالت قناة المنار التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية والجيش الإسرائيلي إن طائرة إسرائيلية بدون طيار سقطت في جنوب لبنان. وأفادت قناة المنار بأن طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار سقطت بين بلدتي برعشيت وبيت يحون. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن الطائرة بدون طيار تحطمت بسبب عطل فني. ووقعت آخر حرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006. ويقول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن إيران تساعد الجماعة في بناء مصانع للصواريخ الموجهة أو إعادة تهيئة صواريخها بعيدة المدى وتزويدها بأنظمة توجيه. ونفذت إسرائيل عدة ضربات جوية في سوريا ضد ما وصفتها بأنها أهداف تابعة لحزب الله وإيران. وقال الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لجماعة حزب الله في مقابلة مع رويترز يوم 15 من مارس المنصرم إن الجماعة لا تتوقع أن تشن إسرائيل حربا في لبنان حاليا، لكن حزب الله مستعد لذلك. قال مسؤول إن حريقا اندلع في سفينة شحن في المنطقة البحرية قبالة مقاطعة كاليمنتان الشرقية بوسط إندونيسيا يوم أمس السبت، مما أسفر عن مقتل شخصين وفقدان 2 آخرين. وقال مورويونو رئيس وحدة العمليات بوكالة إدارة الكوارث في المقاطعة إن الحادث وقع في خليج باليكابان بالمقاطعة. وأضاف المسؤول أن جهود البحث والإنقاذ تجري للأشخاص المفقودين الآن. وأدى الحريق إلى ارتفاع عمود من الدخان الأسود في السماء بسبب تسرب الوقود إلى المياه. ولكن المسؤول لم يستطع أن يذكر تفاصيل عما إذا كانت السفينة محملة بوقود ديزل أم لا. انطلق صاروخ من طراز فالكون 9 تابع لشركة سبيس إكس يحمل 10 أقمار صناعية لصالح شركة إيريديوم للاتصالات من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وكانت هذه أحدث حلقة ضمن سلسلة من عمليات إطلاق الأقمار الصناعية، إلا أن سبيس إكس تعتزم في هذه المرة محاولة استعادة المخروط الأنفي للصاروخ الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين دولار قبل أن يسقط في المحيط. ويطلق على المهمة إيريديوم 5، وهي مصممة في إطار برنامج اتصالات لشركة إيريديوم لوضع شبكة تتألف من 75 قمرا صناعيا من أقمار نكست إيريديوم في مدار منخفض. عرض الفنان الأمريكي مايكل راكويدز في ميدان ترافلغار في لندن النسخة المقلدة من تمثال الثور المجنح الأشوري الذي دمره داعش في العراق عام 2015. وهذه النسخة صنعها راكويدز من 10,000 علبة صفيح فارغة من علب شراب التمر العراقي، وهي الأحدث بين 11 تمثالا سيجري تدشينها للعرض على القاعدة الحجرية الرابعة في الميدان، والتي أقيمت في عام 1841 لنصب تمثال فارس عليها، لكن ظلت خالية لمدة 158 عاما بعد نفاذ التمويل. ويحاكي مشروع راكويدز الثورة المجنحة الأصلية المعروفة باسم لاماسو، والذي ظل رابضا منذ عام 700 قبل الميلاد تقريبا على مشارف مدينة الموصل بالعراق حتى دمره داعش. مشاهدينا الكرام، بهذا أكون قد قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. أشكركم على حسن إصغائكم ومتابعتكم. تقبلوا تحياتي مني نور الدين خليفة. تصبحون على خير. إلى اللقاء.